السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا سريع، عندك إيه النهاردة؟ عندي أوردر يا ولاد حلوة يعجبكم، يعني هيديكوا شوية طاقة وباور وزور ومور وكل حاجة. يلا نسمي الله. عندنا كرنب وورق عنب وكوسة وعندنا لحمة وعندنا فراخ تعمل صينية في الفرن وعندنا فلفل وعندنا كل حاجة حلوة هتعجبكم. يو اندرستان. جبت طبليتي وقعدت ريحت ركبتي، وجبت بقى البصل معايا 2 كيلو بصل حلوين محترمين، عشان طبعا هحتاجه في الفراخ هشوها بالبصل، هحتاجه في المحشي. بصم النهارده يوم كله حر وطاقة وبور، يعني بصي حركي نفسك كده. انا قعدت على طبليته وجبت البصل معايا بقى وقلت اما اقعد اقشره واعمل البوكيه جرنيه عشان اقوم اولع على اللحمه الاول. ماشي. عملت لها حبيتين طماطم، عملت لها بصله حلوه، هحط قرن فلفل وقطعتهم في الطبق. قلت اما اقشر بقى، بصوا من القعده يعني بتجر وراه، قلت اما اقشر البصل اللي انا هضربه عشان اقلل المحشي. ما احنا هنعمل محشي النهارده نوعين، ورق عنب ومحشي كرنب. والله الاوردر ده هي الواد لواحده حبيبتي كده بحبها لله في لله. اي والله كانت مسافره بجد بالسلام. بصراحه بعمله لها من كل قلبي. اي والله العظيم، بألف صحه على قلبها يا رب. كده تمام. المهم اقشر شويه بصل حلوين ونرجع نقشر تاني كل ما عاوز هاجي اقشر. ماشي. جبت ورق عنب اهو اللي هو جاهز. البرطمانات دي ما بيصفاش ورق خالص، ما بيعملش طبق، يعني البرطمان ما بيعملش طبق. رحت بقى غسلت بصله وحاجتي وجيت وحطيت حلتي واحط البوكيه جرنيه بقى اللي هو عسل البوكيه جرنيه ده، اللي هي بصلايه طماطميه فلفلايه جزرايه، بس مسميونه بوكيه جرنيه. ما انتوا عارفين يا ولاد عقده الخواجه وكده. ماشي. بس بصوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، ما تقلدوش حد. اعملوا اللي انت مرتاحه فيه. حطي بصلايه طماطميه فلفلايه جزرايه، شويه حبهان اهونت لان الحبهان البودر اللي عنده خلص، وورق لورا، وشوحته كله. وانزلي بقى باللحمه بتاعتك. فما شاء الله 3 عضمات حلوين، بس سبتهم في قلبها بدوا الشوربه طعم وبهاريس، لان انا شربتها كلها هسقيبها المحشي. يا دوبك هسقيبها 3 انواع محشي. يلا سيبها بقى في عرقها تتشوح كده لغايه ما انا غسلت طبقي وملته ميه وجيت اهو. تعالوا بقى نحط تاني يا ولاد. احط شويه بهارات لحمه، احط شويه فلفل اسمر واسيبها بقى مع نفسها تاخد وتدي، والاخر احط لها الميه اهي. كده تمام، خلصنا من حاجه. يلا اركناها تغلى وانقلها على نار هاديه بقى وسيبها مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي. هي مطلوبه اللحمه مني مطلوبه مسلوقه ومتحمره، يعني مش مطلوبه الا كده. ماشي. بس الفراخ مطلوبه صينيه في الفرن مشويه بالبصل العسليه المشهوره. ماشي. تعالوا بقى نضرب شويه بصل. شفت حلالي مغسوله ونضيفه ومحطوطه على الطلب. ضربت البصل معايا في الكب اهو على كام قرن فلفل حلوين كده. وتعالوا بقى ننزل على الحلقه اهو. شفت الفلفل بتاعي الاحمر مع البصل، وحطيت شويه عشان نقلل المحشي. نرش رشة الملح بتاعتنا بتاع المظبوط بتاعتنا بتاع كل مرة لازم بنحط في البصل رشة ملح. ماشي ماشي يو اندرستي. التومة بصي معلقة تومة بقى مع البصلة كده قبل ما احط الطماطم على طول. احيانا بحطها نية كده في الرز وانا بقلبه على الخلطة، احيانا بحطها كده، يعني اللي يعجبك، بس لازما عن معلقة المحشي في التوم. بصراحة بتنقل المحشي في حتة تانية خالص. في اللي يقولك ايه عسلية هو المحشي بتحط له توم؟ ايوه يا اختي بتحط له توم. عندي بقى ده هم 2 كيلو طماطم كنت برضو ضرباهم ومسبكاهم اهم، ورحت جبتهم هم كمان. ماشي ماشي. بقيت البصله بقى اللي هي البصله المرتة يا ولاد، لازم عن البصله المرتة في المحشي. حطيتها هي كمان اهي، وحطيت بقى البهارات بتاعتي. بصي المحشي ما تكتريش بهارات كتير عشان يديكي طعم محشي، مش يحطيكي طعم بهارات. يعني شويه كزبره على شويه كمون على شويه فلفل اسمر. عندك بقى بهارات محشي حطي. عندك اهي شويه مكعبين مرق الدجاج حطي. عندك شويه بابريكا حطي لو حبت ريحه نعناع كده. ماشي ماشي. وانا بحط الخلطه برضو اللي انا عاملاها بتاعتي. حلو قوي كده. يلا يا شيكاليتا. تعالوا بقى ضربت بقيه كميه البصل اهي محترمه بنتي ناس، عشان خاطر هعمل بقى الفراخ بالمره. انا جبت وخرطت جزرتين، هحط عليهم مكعبين مرق الدجاج. لو عندك بهارات فراخ حطي، ما هي زيها على فكره. معايا بقى ليمونتين حلوين كده محترمين هعصرهم برضو
لازما يا ولاد على الليمونتين دول. ماشي ماشي. اعصري يا عسلية اعصري. ايوه كده. نحوش البذرية في ايدينا ولا حاجة. كده تمام. نحط برضو ما تنسوش معلقة توم. توم في الفراخ ايوان. معلقة توم ومعلقة صويا صوص. انا ما كترتش لان الصويا صوص اللي عندي دي غامقة، يعني غامقة ماهيش من اللي هي الفاتحة. اما تيجي تجيبي الصويا صوص هاتها فاتحة. انا بعت ابو حسام يجيبها لي لقيته جايب لي الغامقة دي، فعشان كده بحط منها قليلا من القلة قليل، يعني عشان ما تغمقش الحاجة. ماشي. ركزي كده. شوية ملح بقى وقلبي. اخد الفراخ بقى منقوعة في الليمون ومية وملح وسكر، اخدها غسلتها ونضفتها وحشتفتها اهي. تعالي بقى انزلي على المرتة دي بايديكي بقى بجهد امك وابوك من يوم ما جابوك، وامسك الفراخ اتبلها من تحت الجلد. الفراخ ده انا نقعاها من بالليل، ميه وملح وسكر وليمون. لما بص شفت ميتها كانت عامله ازاي، تنكت اي دم فيها، تنكت اي زفاره فيها، تبقى بتشف وترف كده. نحط حوايجها وكبدتها وقناصتها ورقبتها ورجولها. كده تمام قوي. انا ضربه حوالي نص كيلو طماطم في الخلاط اهو، هحطه على وشها. ومعايا قرن فلفل هقطعه طرنشات كده ايوان، مع ان انا ضاربه في البصل بس ما يجراش حاجه تاني. يلا على الوش بقى كده. ايوه يا دلعو. قلبي لما شافها اتخلع. ايوه كده. النور قطع يا ولاد. قعد بيقطع 3 ساعات. يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كده خلصتها وحط عليها شويه زيت ودخلتها بقى الفرن، تاخد وتدي بشكل ودي. تعالوا غسلت الرز وقطعت الشبت والكزبره. شفت التسبيكه بتاعتي يا دلع. عادت حاجه كده لوز اللوز يا ولاد اهي. حلو كده حلو. اقلب بقى احط تسبيكه واقلب احط تسبيكه واقلب، والرز مغسول والخضره خضره وحاجه كده لوز اهي. احط واقلب احط واحده واحده ما نتلاقيش بالهبل كده. كده ماشي كده ماشي. النور قطع يا ولاد. كده حلو حلو جاوي اهو. تعالوا بقى بصوا قلبته حلو اهو تمام التمام. ونجيب من تحت لفوق لتحت لفوق لتحت وتحت لفوق. هي قالت لي بالله عليك يا عسليه ما تخليش ما تحط لنا السمنه ولا تخلي الاكل سمين. انا عملت زي ما هي قالت له وعملت بزيت لحد دلوقتي. بس بصوا جبت حته قشطه بس صغيره كده، يعني بدل السمنه حطيت حته قشطه نباتي تخلي له طعم كده ورونق. ماشي. حته قشطه بس كده. انا بلمها من على الحليب احطها في طبق ناشفه وزي الفل اهي. تعالوا بقى قعدت ريحت الركبتين وجبت حلتي وجبت ورق الكرنب. هو الطبق ده هي جايبه لي من عندها كان متفرز. ماشي. والنبي دوت اللي انا كنت مفرزه لا شكله كده. المهم انزل بقى على الورق بتاعي واسمي الله. واقعد في الوقت ده احنا كنت انا بادئه شغل الساعه 6 الصبح. 6 الصبح 5، يعني قمت صليت الفجر وقعدت بقى سميت الله وشفت مصالحي. ابو حسام عمل لنا شويه شاي اللي هي السعيد. خلصت ورق الكرنب اهو. تعالوا بقى نعمل في الكوس. فرشت ارضيه الحله بتاع ورق العنب. عملت طرنشات بصل طرنشات طماطم طرنشات جزر. عملت اللهم صل على ايه على النبي. عملت ايه تاني عسليه وتبلت الحاجه دي بشويه فلفل اسمر وشويه ايه وشويه ملح. تعالوا بقى الكوسه بتاعتي اهي بصراحه ابو حسام اللي مقوره. ايوه حصل والله هنكر جمايل الراجل، يعني هرجع هنكر تعبه لا ابدا. هو شاطر في في تقوس الكوره. شفت المحشي بتاعي عسل. خلصت الكرنب ما شاء الله الطبق عمل حله حلوه اهي. هبدا بقى واسمي الله في ورق العنب اهو. دي كيلو ورق عنب يعني بقى جايبه الكيس نص كيلو. شوفوا ما تعرفيش قاعده بسخطوه. بس ما شاء الله الكيلو العنب ده الورق ده هما كيسين بين الكيس نص مش عارفه. بقى عمل لي الحله دي، يعني كان مبروك وكده. عملت بهم البرطمانات بصراحه ما عدتش بحب اجيبها. في ناس بتجيبها لي، بس انصحكم هاتوا دايما ده هو المضغوط في اكياس ده، لان البرطمان ما عادش فيه يملى طبق صغير وغالي عاد ب 35 ولا ب 40. وما بيعملش طبق. عارفين يعني ايه طبق؟ وورقه دايما تلاقيه كبير وخشن الورق اللي هي المدكره دي. مش بناتي لا. تعالوا اللحمه بتاعتي استوت اهي وخلصت عمايل المحشي. معلقه صلصه كده على الوش يا سيدي. ايوه انزلي بقى بالشوربه يا عسليه. ايوه اسقي بقى الكوسه واسقي الكرنب. دي مرقه دجاج انا مفضيها في الطبق اهي بهارات فراخ بحطها على الوش كده ورشه ملح بسيطه، يعني نحدق الورق وكده وانزلي بقى.
طبعا حدقت اللحمه بتاعتي، ظبطت الشوربه يعني بعد ما استوت، رحت انا حاطه لها الملح. كده تمام، كده تمام. نغطيها بقى وندخلها الفرن. انا الفراخ بتاعتي في الفرن. يلا دخلها معايا عسلية. تعالوا بقى ايه نحط للمحشي روخر. كان شوية محشي بصراحة بألف صحة، هي دايما نيتها عسل كده. ايوه. اهي انزل بقى. ما تمليش قوي يا عسلية، خلي السطر الفوقاني كده باين. ايوه. وغطي بقى، وتعالي هاتي ورق العنب. بعد حط برضو عليه شوية صلصة، ومقطعة ليمون طرنشات. وفي أرضية الحل أنا حاطة ليمون طرنشات، وحاطة بصل، وحاطة طماطم، وحاطة فلفل، وحاطة جزر. بصة مدلعاها. اهو كده حلو. احط شويه ايه دبس رمان. لا لا، روحي لابو حسام اخلصي. رحت لابو حسام فكهن. جامده جمهوريه السنين. بس يا عسلية، ايوه شويه دبس رمان بقى على الوش. هو دي اللي بيقولوا عنه يا ولاد. ايوه كده. النور قطع والمروحه وقفت. واني إيه هفطس منكم، اه والله العظيم. يلا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قطعه. حطوا يا ولاد، ده هتقطع 3 ساعات. اقسم بالله بفقم يا ولاد بفقم. مفيش شحن يا ولاد. يشحن كده يشغل لنا حتى لو مروحه. يلا كده تمام. كده تمام اهو. الشوربه يا دوبك ما شاء الله قضت لي التلات حاجات محشي. يلا نولع كده، ما عادش حاجه يا ولاد غير ايه المحشي يختم. وعندنا شويه بدنجان حلو، اللوز لسه هنعمله. كده تمام. حطاه في الميه بالسلق اهو. واحط له بقى شويه بنجر حلوين من اللي قلبك يحبهم، عشان يبقى احمر والميه حمرا كده، واحمر على ابويا بطيخ. شويه ملح بقى كده. يلا يا سيدي. تعالوا بقى نجيب كمية فلفل حلو احمر على اخضر كده، عشان نعمل الخلطة بتاع البدنجان. بس انا للاسف يا ولاد، الجزر اللي انا عندي خلصته في الاكل. يعني ما عنديش ان انا افرم مع الفلفل. ببقى افرم معاه جزر. انعم الجزر واحشيه مع الخلطة دي بصراحة بيبقى جميل. شفتم عسل. عسل. ميته حمرا وعسل. تعالوا بقى ننزل الفلفل بتاعي ده كله في قلبي اهي. يلا يا شيكاليطة. كده حلو حلو قوي. حطيت بقى توم. حط شويه كمون، شويه كزبره. اللهم صل على النبي. ما تجيبي حبه من الخلطه بتاعتك يا عسليه. معلش. والله جابت شاطره. ايوه حط حبه من الخلطه بتاعت برطمان دي. سر باتع. يلا يا عسليه شويه خلي بقى. عايزينها تبقى حينطه كده. يعني ايه واخده التتبيله كده ومتحنطه، واخده ايه وضعيها معانا. عصرت لك عليها، قلت له تعالى يا ابو حسام والنبي اليه السطر. اعصر لي الليمونتين ده، دراعي مانيش قادره اضغط على الليمون. قال لي هادي. ليه يشفيك ربنا. النبي الراجل ده طيب بيسمع الكلام اهو. بس هقول لكم على حاجه يا ولاد. بيجي ساعات يقول لي مع نفسك. اه والله. بس بيرجع خاله طيب، بيرجع يقول لي خلاص هاتي وانا اعملها لك. ساعه ما صوت من دراعي يقول له خلاص هاتي. اشوف حاطه ايدي عشان خاطر لو في بيزر يلقف ينزل في ايدي. كده تمام. يلا قلب الخلطه وسيبها بقى ايه مع نفسها تتبل كده، بالخل والليمون والبهارات دي، على ما البدنجان بتاعنا يتسلق اهو. ما شاء الله. شفت الميه حمرا ازاي يا ولاد. حلو كده قوي. اهو. شفت المحشي بتاعي. اسكتوا يا ولاد، مش انا كنت هتحرق. هتشوفوا المنظر وانا في الفيديو والله. وانا بقى دحل المحشي. جبت بقى شويه صلصه كده على شويه كاتشب، ومسكت وش البدنجان دهنته، ورحت مدخله الفرن يحمر. وعلى بال ما في ساعتها لقيت البدنجان بتاعي استوى اهو. شايفين. ايوه كده. لا اضغط على الايه استوت اطلعها. في بدنجانه تحطها في الميه تبقى غلوه وتلاقيها استوت. وفي شوفوا اصبروا بقى شوفوا المنظر ده يا ولاد. يا لهوي اتحرقت ايديا عسل اقسم بالله. ايديا. لا تقولي فيها ايه. قلت له اسكت اسكت، انا فاتحه الكاميرا اما اخلص هقول لك. ايديا بقت كلها زيت شفتم. عماله بهدي فيها بالهدم. معلش يا عسلية، معلش يا اختي. شوفت البرنجان يا ولاد. ما شاء الله شكله عسل. تعالوا بقى. طلبت مني اللحمه متحمره. يعني هي كانت قايله لي هاتها مسلوقه، ورجعت قالت حلاقه حمرها يا عسليه. قلت لها ماشي. حمرتها لها بقى ورشت لك عليها ريحه فلفل اسمر كده، وريحه ملح. ورحت مغطياها اهي. والماسوره حاططها لها كمان اهي. تبقى عسل. كده تمام. تعالوا بقى نعمل البدنجان بتاعنا. انا هعمل واحطه في العلبه، بس هرجع احطه على الصينيه تاني عشان لقيته لسه دافي. قلت مش هينفع احطه في العلبه دلوقتي. الله ما يبرد خالص. اشوف قلبي يا ولاد عامل ازاي.
تقوليش قطمة فرنجي، قطم ابيض كده ابيض، شوفهم مستوي وعسل. اي والله، افتح واحط. والاخر رحت حاطه معايا على الصينيه تاني اهو. لما لقيته سخن قلت لا مش هحطه في العلبه الوقت تاني، هحشي واحطه على الصينيه. دي بقى عامل زي البدنجان المخلل ده، عامل زي المقبلات كده، تحطها على اي طبليه وانت بتاكلي، او اي سفره يعني، في الفطار وفي الغدا وفي العشاء، يفتح نفسك. عصرت بقى عليه ليمون وخل والخلطة بتاعتي، ورحت ايه حاطاه بقى في الصينية يبرد. تعالوا بقى، مسكت العلب بتاعتي كلها مسحتها ونضفتها. دايما تمسحوها قبل ما تحطوا فيها اكل، عشان ممكن يكون عليها تراب من الركنة، متخزنة كده، ماشي. تعالوا بقى صلى على النبي، عملت كوسة وعملت محشي، وعملت محشي ورق عنب ومحشي كرنب، وعملت فراخ مشوية في الفرن. شفتوا الحلة بتعمل ازاي في ايدي يا ولاد؟ شوفوا ارضيتها، وحياتك يا قلبي ما في صباع لازق في الحل. اه والله. بصم، لا سحر ولا شعوذة، كله قدامكم عيانا بيانا. تعالى عبنا الفراخ الأول، يلا يا عسلين. شوفوا حتة الفرخة ناشفة وحلوة ازاي، طالعة كده يا دوبك مع نفسها. بس بقولك ايه، حبة البصل اللي فيها دول ايه، اوعيهم يترموا يا سيدي. ايوه، دول خلاصة الفراخ كلها اهي. عبنا كده الفراخ. يلا يا شكاليطة، تعالوا بقى نعبي الكوسة. ايوه شوفهم، كانت عسل، الف صحة. ايوه كده، وعامله لها فيها فلفل كمان. ايوه كده، هعبيها كلها بقى في الطبق ده وارصها، وارجع نعبي المحشي. انا سبت المحشي عم يهدى شويه وكده، ما شاء الله، ما فيش صباع ماسك في اخوه، ولا صباع لازق في الحله، ولا صباع حتى مطلع رزاي اهو. رخرة هعبيه ازاي؟ بالمقصوصه كده. ايوه، على طول يا عسل. شفت الصينيه بيضه ونضيفه ازاي يا ولاد؟ ما فيش عليها رزايه، الصباع مع نفسه كده، سلتي مرلتي مع نفسه كده نظيف اهو. شفتوا الصينيه عامله ازاي؟ تعالوا بقى ننزل بالمحشي ورق العنب اهو. شوفوا ارضتها هي كمان، صلاه على النبي. ايوه، حلو قوي كده. تعالوا بقى ايه افرطه برضو وهعبيه. عبنا محشي ورق العنب وخلصنا كده يا شكاريطه. تعالوا ندعي لكل مريض يا اولاد ربنا يشفيه، وكل متوفي ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذريه الصالحه ان ربنا يكرمه ويرضيه. وما تنسونوش دايما عسليه معاكم بالدعاء، لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. اللي وصل معانا لعندي هنا يعمل لايك، واللي مش بيوصله إشعارات يلغي الاشتراك ويشترك تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو جديد مع عسلية، افتكروني.